واجهة برنامج سوليد ووركس بتنقسم لعدة أجزاء. أول جزء هو الكوماند مانجر، وده مقسم لمجموعة تابس. كل تاب بتجمع الأوامر اللي ليها علاقة ببعض، والرابط هنا بيبقى اسم التاب نفسه. الجزء التاني هو الفيتشر مانجر، وده تاريخ التصميم بتاعك، بيسجل كل أمر استخدمته بالترتيب، وتقدر ترجع تعدله في أي وقت. كمان بيحتوي على الريفرنسز الأساسية لأي موديل، وهي الثلاث مستويات: فرونت، توب، رايت بلينز، نقطة الأصل الأوريجين، ودول حجر الأساس اللي بنبدأ منهم أي رسم. تالت جزء هو الجرافيكس اريا، ودي منطقة العمل الحقيقية. هنا بنبني الموديل ونشوف تنفيذ الأوامر خطوة بخطوة في بيئة ثلاثية الأبعاد. رابع منطقة هي الهيدز أب تول بار، وده شريط أدوات سريع للتحكم في المشهد. من هنا تقدر تعمل زوم تو فيت، تاخد كروس سكشن، تغير منظور الرؤية، أو تتحكم في ستايل ظهور البرد، بالإضافة لإظهار وإخفاء الخصائص المساعدة زي المحاور والنقط. الجزء الخامس هو التاسك بان، نستخدمها للتحكم في الابيرنس، إضافة ألوان وخامات واقعية. وكمان بنوصل منها للديزاين لايبراري، ودي مهمة جدا في التجميع اللي هنعرفه قدام.